وده اليوم ال33 من حياة مصور في ثانوية عامة، والنهاردة بجد أنا مشيت يومي صح جدا. ده الاوتفيت بتاع النهارده اهو. وطبعا مش محتاج أقول لكم إن أنا أول ما صحيت أكلت وشربت ولبست عشان كان عندي ميتنج لازم أنزله. وصلت ساعه سلسله. يلا بينا نروح الميتنج. وصلت مكان الميتنج والمكان كان في زووق، وتتوقع كده احنا احتمال نشتغل مع مين في زووق. المهم خلصنا الميتنج والدنيا كانت لذيذة إلى حد ما. كان المفروض بقى جه الدور اللي أنا أركب وأروح عشان أشوف بقى اللي ورايا بقية اليوم. خلاص احنا حتى لسه اهو ما غيرناش هدومنا. هنغير بقى ونبدا ايه؟ نبدا في يوم. فبص تعالى اوريك. هنبدا في يوم في حياه طالب بجد في ثانويه عامه، مش في حياه مصور. لا، حياه مصور ثانويه عامه خلصناها كده، جينا جزء حياه طالب في ثانويه عامه. اكلنا تاني بقى بعد ما جينا، لان اكيد جوعت واخدت بعضي وجهزت حاجات درس الفيزيكس ونزلت. خلصت الدرس وروحت، وكنت المفروض اقعد اشتغل شويه كده عشان الكلاينت عمال بيزن عليا عايز يستلم الفيديوهات. طبعا الحاجات دي اللي احنا صورناها لو فاكرين في اليوم ال30 من حياه مصاب. ما انت مش متابع بقى ولا عامل لي فولو ولا اي حاجه. اتفضل يا بابا اعمل لي فولو. اتفضل يا حبيبي اتفضل. خلصنا شغل ودلوقتي جه حرفيا وقت المذاكره، ولازم نذاكر زي ما بندي الشغل حقه، زي ما بندي ايه الشغل حقه برضه. تحت التابلت اهو. هقعد اذاكر عليا حصه بايو، لازم اتفرج عليها عشان انا خدتها اونلاين، بدل يعني انت لو شفت حاجه مصوره هتبقى عارف، تمام؟ فبدل اللي انا رحت صورت. المهم ان انا فتحت البايو وقعدت يا عم مزاج. بص طلع عيني ما كنتش قادر خلاص. اخيرا خلصت. بكل صراحه كفايه كده. سبقت كام؟ الساعه 3:30. فخلينا نقفل اليوم على كده ونخش ننام. وبكده خلصنا اليوم. ما تنساش في الاخر انك تعمل لي فولو عشان تبقى معايا لحد يوم الامتحان وانا بتكلم بسرعه، عشان المفروض اقوم افطر دلوقتي عشان جعان اقسم بالله. يعني مسجل ده وانا جعان. ده بص اعمل لي فولو بقى وخلاص.